مش هينفع، انا مش هعرف اتجوزك رسمي نهائي علشان مراتي. فلو انتي قابلة ان احنا نتجوز عرفي انا ما عنديش اي مانع، وهاجي لاهلك ونجرب واشوف هما هيقولوا ايه. طيب، وفعلا حددت ميعاد مع اهلها علشان اروح اطلب ايديها، وفعلا رحت وقعدنا نتكلم مع بعض، وبدأت ان انا اقول لهم على كل حاجة، وطبعا قلت لهم اني انا عايز اتجوز منها عرفي مش رسمي. ساعتها كلهم اعترضوا، وايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انت عايز تضيع حقوقها؟ انت عايز تتجوزها عرفي علشان في الاخر تضيع كل حقوقها وتبقى بالنسبة لك مجرد فترة او نزوة، خدت اللي انت عايزه وبعدين ترميها لما تلاقي حد جديد؟ لا طبعا، انا بس عشان وضعي ما يسمحليش ان انا اتجوز رسمي فمضطر ان انا اتجوزها عرفي، بس انا بجد بحبها وعايزها. لا، واحنا ما ينفعناش الكلام ده، ما عندناش بنات يتجوزوا عرفي والكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده، يا رسمي يا لا. كفاية ان احنا قبلنا على موضوع فكرة الزوجة التانية. طيب خلاص تمام اللي تشوفه، انا عن نفسي مش هقدر اعمل حاجة غير اللي انا قلتها. وفعلا خدت بعضي ومشيت، وهي قعدت تعيط لهم لا انا بحبه، لا انا عايزاه، لا لا لا، والكلام ده كله. وبعديها كلمتني وقالت لي ان هي بتحبني وانها مش هتقدر تعيش من غيري وي والكلام ده كله. وقلت لها انا كمان بحبك ومش هقدر خالص ان انا اعيش من غيرك، وبجد انتي ما تعرفيش انتي المفروض ان انتي عندي ايه. فضلنا نتكلم مع بعض كده، وانا طبعا مش عارف انا المفروض اعمل ايه، وهي كمان ما بقتش عارفة تعمل ايه، لحد ما قالت لي بقولك ايه، انا موافقة ان انا وانت نتجوز عرفي ومن غير ما اهلي يعرفوا. متأكدة؟ ايوه متأكدة، هنتجوز انا وانت عرفي ونتقابل وقت ما نعوز وبعديها ارجع البيت تاني. فكري كويس. فكرت، انا موافقة على القرار اللي انا قلته لك ده، فانا ما عنديش اي مانع. خلاص تمام ماشي، وانا ما عنديش اي مانع. وفعلا انا وهي فعلا رحت على شقة اجرتها، كانت ايجار، وفعلا اتجوزنا انا وهي عرفي، وفضلنا مستمرين فترة في الجواز العرفي